السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لسه في الحلقة اللي قبل اللي فاتت كنا بنتكلم عن الأب وعلى إن هو السند والأمان لأسرته، لكن من الواقع اللي احنا بنشوفه ما بقاش في حاجة اسمها سند وأمان، لأن المصايب لما بتيجي من أقرب الناس الواحد بيقشعر وبيقرف من المستوى اللي احنا وصلنا له. وللأسف إن مش كل أب سند وأمان، في أهالي كتير كويسة بس الوحش برضو موجود، يعني حاجة تخلي الواحد دماغه تشت. مش قادرة أفهم إيه اللي بيعمله الأبهات، يعني النوعيات الغريبة اللي معانا في الدنيا دي بتفكر إزاي. وهقول برضو للمرة المليون، مش معنى إن جو الأسرة في توتر أو عدم تفاهم بين الأب والأم مش معنى كده إن احنا نطلع عقدنا على الأطفال اللي ملهمش حول ولا قوة. حتى لو كانوا أطفالنا أشقية، طبيعي إن الطفل بيحب الحركة والفرق الكتير. لو كل أب وأم مسكوا عيالهم ضربوه موتوهم من الضرب عشان أشقية، مش هيتبقى لنا جيل، كله هيموت. تعالوا نشوف مع بعض الأب ده عمل في بنته إيه. بعد كده رماها من شباك الأوضة دي للصالة هنا على السيراميك. ماشي. بنتي بتقول لي يا ماما أنا لقيت دم على رجل أختي. جت بتنشف الدم اللي على رجل أختها، فكرت أختها اتعورت، ومعقبال هو ما يخرج من الأوضة. بنتي جابت الحتة، نشفت الدم بسرعة وقامت رامية الحتة من خوفها. بنتي بتقول لي يا ماما رجل أختي ما كانتش متعورة. بنتي فكرت ان في جرح في رجل اختها بتنشفه. مش عارفه، معرفش، انا معرفش كلام اخواتها، معرفش اللي حصل. المهم بعد ما رماها هنا، ماشي، وهو جوه اختها بشهاده اختها الصغيره بيقول لها هتقولي لامك؟ قالت له انا هقول لماما. ليه؟ انا كان معايا كريمه اسم الله عليها، ناصحه وبتفهم ولبقة، كل حاجة. قال لها هتقولي لامك؟ قالت له انا هقول لماما. حضرتك راميها على السيراميك وما ماتتش. بنتي شيء ربنا انها ما تموتش. كريمة ما ماتتش. بعد كده مسكها من رجليها. هو قبل الواقعة ب3 ايام كان حالق لها زيرو، كان شايل لها شعرها. مسكها من رجليها، لفها زي اكن حضرتك بتلف مروحه، ماشي، وقام خابطها في شباك السرير 3-4 مرات في دماغها. ده الكلام ده بعد ما رماها من الاوضه 3-4 مرات في شباك السرير. دماغ بنتي كلها ورمه، كلها ورمه، وهنا مزرقه وهنا مزرقه، بايظه. هو في ما بينه وما بين بنتك طار؟ مفيش. دي بنته. طار ايه؟ تحليل الدي ان ايه اثبت له ده اهو. طار ايه؟ المهم بعد ما جابها يشيء برضو ربنا برضو ان هي برضو ما تموتش. بعد ما عملها في السرير برضو ما ماتتش. رماها هنا بالكميات في قلبها بالكميات ويديها كده، ماشي، وبرضو ما ماتتش. كملي ماشي حضرتك. بنتي اخواتها بيقولوا، اخواتها الصغيرين والكلام ده قالوا له وكيل النيابه. بعد ما خلص حضرتك ده كله ضرب فيها، جاب المساحه، مش العصايه، لا المساحه البلاستيك، بقى مقعدها ومسكها كده اهو، ويديها بالمساحه على وشها. ده كله بايظ عند بنتي. بعد ما عمل كده لا ما كفهوش برضو. بنتي بتقول له والنبي يا بابا انا خلاص يا بابا انا عايزه انام. قال لها انا هنيمك النومه الابديه. دي بنتك مين؟ كريمه. كل ده على كريمه. بعد الدم عمال الضرب ده كله خلاص بابا عايزه انام. كان لسه فيها الروح. انا عايزه انام. قال لها انا هنيمك النومه الابديه. جت خلاص بقى، كانت فرفرت بقى منه من كتر الضرب والعنف. خلاص فرفرت. اخواتها بيقول لماما لسانها طالع،
وخلاص مبرقه. الكلمه اللي قالتها له بتقول له طب انا عايزه اشرب عطشانه والنبي، وعماله تعمل له كده. قال لها انا هشربك الشرب اللي مش هتشربي بعديه تاني. حضرتك برضو لفها كده وقام راميها في الحمام عريانه ملط، وقام دلق فوقها الجرادل، جرادل 3 4 جرادل فوق بنتي متاخده من هنا من الشقه من هنا بايشه من كتر الميه اللي شرقتها. بنتي اتنفخت منفوخه، بنتي منفوخه وباشت بايشه خالص. وجوه في الحمام بيدلوا عليها جرادل الميه ودي بتعمل كده. جاب السكينه من المطبخ بيقول لها انت مش هتخلصي بقى. لما قلقها خلاص قام شايل السكينه وقال لعياله بيقول لهم انا بصوا انا ما عملتش حاجه، لما تيجوا امها من الشغل قولوا ان هي وقعت في الحمام وشها ازرق. اوعوا تقولوا لامكم. لما ابني وبنتي قالوا له احنا هنقول لامنا وامنا هتبلغ عنك، قال لهم زي ما حصل في دي هيحصل فيكم. بيهددهم. باين في الكاميرات بره وهو ماشي بيقول لابني الكبير عنده 11 سنه بيعمل له كده، انا سبتها لكم جوه. ابني بيقول له قبل ما يمشي بيقول له انت سبت لنا اختنا قتيله وماشي. اللي يعملك ان هو بعد ده كله، بعد ما عمل ده كله فيها ورميتها عريانه في الحمام، قعد كل. لما صعبت على اختها جابتها من الحمام وهي عارفه ان اختها ميته، جابت بنتي من الحمام حطت اختها على الهدوم بالراحه. كان عارف ان بنته خلاص ماتت؟ يعني كان ماشي من هنا وبنتي مقتوله لسه فاعل جريمته في بنته. وقاعد بياكل. قاعد بياكل. كان قاعد بياكل. حضرتك رجال الشرطه بقوا مستغربين من منظر. انا عايزه اقول لك حضرتك الضابط اللي شاف بنتي عيط بالدموع، عيط. اما يكون الضابط الشاب اللي انا جريت بيها في الشارع عريانه ملط وبقيت اجري زي المجنونه في الشارع. الشاب اللي خد بنتي جاله صدمه عصبيه حاده، صدمه عصبيه. الشاب اللي خد بنتي بقى يقول له قدام رجال الشرطه، قال له انت حقك مع الشرطه حاجه وحق طفله زي دي اللي انا شفته حاجه تانية. بنتي ما تشافش بايظه. بنتي راحت التلاجة يومين، اترمت في التلاجة يومين، ما قدرتش اخدها اكفنها وادفنها. بنتي راحت مشرحة بنها 3 ايام بنتي مرميه في مشرحة بنها، مش عارفه اطلعها، مش عارفه. بتطالب بايه طيب؟ بطالب بايه؟ انا بطالب باعدامه. ده الاعدام يعني حاجه قليله على اللي حصل في بنتي. عملتي له ايه يعمل كل ده؟ ما عملتش حاجه كزوجه. ما عملتش حاجه، ما عملتش. ضرب وشتيمه واهانه، وكان عواطلي يقعد لي في قلب البيت. والله الكل شاهد على كده، المنطقه اللي هو قاعد فيها شاهده على كده، وهنا شاهده على كده. بالعكس ما عملتش حاجه. ويوم ما قال لي ده انا شاكك، رحت عملت التحاليل اهي. طلعيها اهي التحاليل اهي بتاعت كريمه ورحيم. انك انت والدته وهو والده وهو ابوها. اهي. طب خلاص بعد ما اتاكد بقى اهي. وحضرتك جايب التحاليل بقاله 3 اشهر 3 شهور. تمام. ايه اللي يخليك تقتلها دلوقتي؟ بعد 3 شهور. ايه اللي يخليك تقتلها دلوقتي؟ كنت في الشغل. انا في اليوم ده كنت في الشغل، قبلها ب3 ايام ولا ب4 ايام خد كريم حلق لها 0، بس واخدها وانا هنا، خدها وانا هنا. لقيته بيعمل لي ازاي؟ هي مش بنتي، انتي حرمها مني، مش عارفه ايه، هاتيها ده احنا هنروح نجيب كيكه. بس بنتي بعد ما جت بقول لها في ايه يا لوكا مالك؟ قالت لي مفيش يا ماما، مفيش، اخرجي بره. قالت لي مفيش يا ماما، تقفلي نورها الباب ده. قالت لي
مفيش يا ماما، بس تعبيرات وشها خوف، ايوه جبن، مرعوبه لسه بنت صغيره. خوف، جبن. مش عارفه، مش عارفه، انا مش عارفه. طب اذيتك في انا بنتي من ساعه اختها ما ماتت وهي كده اتشنكت. ما عنديش كلام تاني اقدر اقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل. مش كل راجل قد المسؤولية ولا قد ان هو يفتح بيت. ربنا يصرف عننا الرجالة اللي من النوعية دي. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير. استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.